الفراخ المشوية وجمالها طبعا عاملاها مع محشي وبطاطس في الفرن بطريقة جميلة جدا جدا، هتعجبكم خصوصا للي لسه متجوزين حبايبي العرايس الجداد. ابهري جوزك طبعا بكل يوم طريقة جديدة للأكل. طبعا يا حبايبي لسه ما اشتركوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وطبعا اللايك الجميل منكم اللي يرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. عندي هنا فراخ عايزة أتبلها. طبعا ممكن تتبلي، تجيبي مثلا كام فرخة تتبليهم عشان تحطيهم كده في الفريزر بحيث يسحبي على طول، ما تحتاجيش ان انت تتبلي. يعني مثلا كل اسبوع كده تجيبي احتياجاتك وتتبليها وتفرزيها وتستخدمي منها. طبعا الفراخ بتاعتنا هعملها مشوية بطريقة تحفة وجميلة. عندي المكونات بتاعتي، طبعا الفراخ غسلها كويس جدا ومصفيها في المصفى. هنا فلفل اخضر وتوم، وهنا كمان قرن فلفل حامي، ده صغير بس جبار في الحرارة بتاعته. وعندي ورق لورا وعندي بصل. عندي هنا ملح وفلفل اسود، وطبعا الخل هاخد حوالي ربع كوباية من الخل. هجيب المكونات دي كلها على بعض واخلطها فين في الخلاط او في الكبة زي ما تحبي. هزود لهم مع ربع كوباية الخل ربع كوباية مية عشان الخلاط يعرف يمشي كويس، واخلطهم وارجع لكم. نسينا طبعا نحط الطماطم على الخليط بتاعنا. هخلطها طبعا بعد ما خلصت الخليط افتكرت ان ما حطيتش طماطم. هبدا تحطي على حسب ذوقك، انت عايزه طماطم كتير ممكن تزوديها، عايزاها قليله عادي خالص. هبدا ان انا احط الطماطم واخلطها وارجع لكم. وادي الخلطه السحريه بتاعتنا، بس ناقصها شويه حاجه كده بسيطه، شويه زيت اهو. شويه زيت دول بيخلوا لها كده ايه لمعه من على الوش، بتبقى جميله جدا اهو. طبعا الطماطم مش ظاهره قوي لان انا مش مكتروها، عايزه تكتريها مفيش مشاكل، ممكن تحطي معلقه بابريكا كمان معاها. واقلب كده. طبعا انا حطيت شويه ملح زياده اهو. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، اجيب الفراخ. طبعا البسي جلافز بايديكي، انا ايديا نظيفه. هبدا ان انا انزل كده قطعة قطعة بحيث ان هي تتوغل كده في الفراخ بتاعتي الخلطة اهو. واعمل معاها كده طبعا مع الفراخ المشوية كده شوية محشي عجب ولوز اللوز. ان ممكن نعمل كمان صينية بطاطس، هنشوف مع بعض كده. دي طبعا دي لازم التتبيلة بتاع الفراخ بتاعتنا لازم تاخد وقت كده في التلاجة، يعني مش اقل من ساعتين، بس انا هسيبها طبعا ليلة كاملة. هرجع لكم بعد بقى ايه ما تقعد الفترة دي في التلاجة نشوف هنسويها ازاي. ادي الفراخ بتاعتنا طبعا بعد ما اتبلت هي نزلت مية اهي. هبدأ بقى ان انا اخد الفراخ ارصها في الصينية بتاعتي كده جنب بعض عشان تتشوي بالشكل ده. طبعا هي الشوي ده بيبقى جميل جدا ويدي طعم ونكهة تحفة بصراحة بالشكل كده. بعد كده طبعا انا مشغله الفرن، هزودها شويه ميه كده بسيطه خالص. ممكن تغطيها بفويل، ممكن ما تغطيهاش بالفويل وتخليها تتشوي. هرجع لكم لما تتشوي ونكون جاهزين. الفراخ بتاعتنا طبعا طلعت من الفرن دي، اديكم شايفين الشكل بتاعها. طبعا الفراخ المشويه ما تحلاش من غير حته فحم. هجيب طبعا الفحمايه اهي على غطا برطمان واحطها، وهبدا بقى ان انا اجيب ايه، هجهز الاول الغطا اللي انا هغطيها في الصينيه بسم الله ما شاء الله. فهجهز صواني كده احطها عليها، بس هحط معلقه من الزيت او الزبده الصينيه بحيث ان هي تمتص الفحم بتاعه. وادي بكده
صينية الفراخ بتاعتنا خلصت. انا عاملة طبعا محشي معاها، هنشوف كده على البوتاجاز الشكل بتاعه ازاي. طبعا انا مغطياه كده بالورق الاخضر، شايفين شكله تحفة استاذة. خلاص استوى. هصور لكم كده صورة لما اغرف المحشي بتاعنا. وادي البطاطس بتاعتنا كده في الفرن خلاص على السوا كده. يا ريت الطريقة تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك. طبعا هعمل لكم فيديو كده للاكل كده بصورة بس من غير صوت. ما تنسوش تشتركوا في القناة مطبخ إلهام فوزي.